أيتن أمين اسم دايما بيخليني مندهش بعد كل مشروع بشوفه ليها. مشوار إخراجي شديد التميز وشديد الاختلاف، مش شبه أي حاجة بتتقدم حوالينا. بتبدأ مشوارها بأفلام قصيرة زي راجلها وربيع 89، وبعدها بتشترك مع عمرو سلامة وتامر عزت في فيلم وثائقي اسمه الطيب والشرس والسياسي، وفي 2013 بتخرج أول فيلم روائي طويل ليها فيلا 69، وبترجع لنا في 2020 بفيلم سعاد، وآخر فيلم ليها في السينما فيلم آل شنب نزل 2023. وفي الدراما أخرجت لنا سابع جار في 2017 بالاشتراك مع هبة يسري ونادين خان. أيتن معادلة صعبة في كارير الإخراج السينمائي، شخصية دؤوبة جدا مختلفة، صاحبة رؤية وصوت متفردين في وسط تكرار وسطحية بتحوطنا في السينما المصرية. بس انا بحس كمان ان الناس في ناحيه الكوميرشال بيحسوا ان انا ارت هاوس، والناس اللي في الارت هاوس بيحسوا ان انا كوميرشال. فانا طول الوقت بحس ان انا لا منتميه الى العالمين، بعرف اعمل ده وبعرف اعمل يعني وحقي سيبوني يا جماعه. مخرجة دايما عينيها على الاختيار الصح مهما كان صعب ومكلف، وبالنسبة لي فيلم سعاد مشروع يستحق التوثيق ومحتاجين نقف عنده كتير، لأن سعاد مشروع فيه كل مميزات أيتن أمين. بس يعني القرار اصلا ان انت تعملي فيلم زي سعاد بفكرته، بفكره ان انت ما استعنتيش باي ممثلين، بان انت تخرجي بره القاهره، كل يعني اي حاجه سهله انت ما عملتهاش. وحسيت ان هو ده الفيلم. يعني انا طول الوقت لما كنت بفكر في الفيلم ده عمري ما كنت قادره اشوفه ان انا هجيب ممثلين محترفين يعملوا ده. مش هيطلع الفيلم ده. أوكي. يعني حتى في الادوار الثانويه الاب والام والخاله، وحتى في الناس اللي اصلا في الشارع. وموهبة أيتن أمين في التعامل مع الممثلين ظاهرة من الفيلم الأول ليها، لأنها بتشتغل بمنهج قادر يعيش كل أبطالها جوه حياتهم اللي مرسومة للفيلم. يعني وأنا بشتغل أنا قعدت 6 أو 7 شهور بحضر للفيلم، ففي ال7 شهور دول الممثلين اللي هم غير محترفين أصلا ما قروش السيناريو، وقعدنا الفترة دي من غير ما يقروا السيناريو، وكنا بنقعد بس ندي أفكار مشاهد، وهم كانوا بيطلعوا أفكار مشاهد وكنا بنقعد نعملها مع بعض. المشاهد دي اصلا اللي احنا عملناها في البروفات دي في جزء منها دخل جوه الفيلم، يعني في جزء من الحوار، جزء من تفاصيل الشخصيات، في مشاهد اصلا بقت جوه السيناريو كانت من حاجات هم عملوها جوه الحاجات دي. بحضر كتير، بس هو اكشلي بحضر كتير قوي قوي قوي، بس في اللحظه بسيب الدنيا، القرار هيتاخد الدنيا هتمشي. اوكي. يعني مثلا انا عملت معاهم بروفات 5 شهور، بعد ال5 شهور اللحظه اللي احنا بنصور فيها انا بثق فيها اكتر ما بثق فيا، لان هي عرفت خلاص، هي عارفه الكاركتر. فانا انا دلوقتي مش هتدخل، انا عايزاكي تعملي اللي انت حاساه بس. وصدق أيتن أمين في تقديمها لشخصيات أفلامها هو جزء من صدقها في تقديم الحياة العادية، الحياة اليومية، وإخلاصها في إنها تخرج قصص شبهنا ومرينا بيها كلنا. أسلوب بيتميز بالبساطة والصدق، هي مش بتجري ورا أي إبهار على قد ما بتركز في تفاصيل الحياة اليومية، في العلاقات، في المشاعر، في القضايا الاجتماعية اللي بتظهر من غير ما تتحول لشعارات. في تتر نهاية فيلم سعاد أهدت أيتن الفيلم لمخرجي جيل الثمانينات: محمد خان، عاطف الطيب، رأفت الميهي، خير بشارة، وداود عبد السيد. وكان واضح إن الإهداء ده جاي من تأثيرها الكبير بالحواديت الإنسانية والبسيطة اللي قدمها كل واحد فيهم في أفلامه. ولما سألناها عن علاقتها بيهم وعن سر الإهداء، أيتن شاركتنا تفاصيل مهمة عن رؤيتها ليهم وتأثيرهم عليها. انا عارفه صاحب استاذ رائد، كان صاحب اخويا اصلا. اوكي. وكان بيدرسه كتابه، انا اخويا كان بيكتب حلو قوي بس هو مش في ثانيه، بس هو كان بيكتب حلو قوي، كان بيحبه هو قوي، وجه خطوبته فانا اتعرفت عليه وبقينا اصحاب، و بحبه جدا، واصلا راجل عظيم وما خدش حقه، بحبه جدا. وبعدين ما كنتش اخرجت خالص، ورحت قعدت معاه وكنت بقول له انا بعمل ريسيرش، كنت بعمل حاجه عن مديحه كامل، كنت بحاول كنت بدرس سينما، وقالوا لنا تعملوا فيلم وثائقي عن شخصيه فنيه راحله، فانا قلت عايزه اعمل مع مديحه كامل. فاخويا قال لي على فكره استاذ رأفت كان صاحب مديحه قوي،
فرحت. فالمهم وقعدنا بقى ورغينا ورحت كذا مره اصلا ووصلت وبتاع. وبعدين فكنا قاعدين بنتكلم. فهو قال لي مش عارفه ايه لما تعملي افلام بقى وكده. فقلت له انا يعني ساعتها اصلا بشتغل ببنك. وقلت له انت كده ان اعمل افلام؟ قال لي لا استعملي. قلت له بجد؟ قال لي بيبان. فانا اصلا هو لما قال لي كده هو اداني ثقه ان انا ممكن اعمل كده. يعني كنت ساعتها حته بعيده خالص. انا بحب رأفت قوي. كان بيعمل حاجه ظريفه قوي. اولا هو ما كانش عنده حته استاذيه خالص، فتحس ان انت نازل مع حد صاحبك كده عادي. وبعدين هو كان بتتعلم منه وانت قاعد معاه. هو ما فيش استاذيه، يعني هو مش بيقعد يشرح لك انا بعمل كذا او انا بقول كذا او انا بقول، يعني انت بتفهم وانت معاه هو بيفكر في الحاجات ازاي. بس انا عارفه ان يعني خيري هو كان شبه خيري بصراحه بالفيلم قوي. يعني هو كان جالي الاديتنج لان انا قلت له انا عايزاه في المونتاج، كنت عايزه اتكلم معاه في المونتاج. وهو حب الفيلم قوي. وانا كان بالنسبه لي خيري وجود مهم عشان هو من الناس اللي انا بديلهم الفيلم، ولان دي نوع السينما اللي انا بحاول اعملها في سعاد. والجميل هنا ان سعاد والسينما اللي بتقدمها ايتن عموما فيها نفس روح الحكي البسيط القريب والغير متصنع، الحكي اللي بيشبه حياتنا وتفاصيلنا اليومية. وده بالذات النوع اللي الزمن بيأكد انه بيعيش ويستمر في وجدان الناس. ايتن امين مخرجة جريئة جدا، مش بتخضع لأي قوالب جوه عالم السينما. ما عندهاش مشكلة تبدأ بفيلم فني زي فيلا 69 مش شبه الذوق العام، والفيلم ينجح في اختبار الزمن ويفضل عايش ونكتشف جمالياته يوم بعد يوم. وبعدها تخش في مشروع زي سعاد بجراءة ما يقدرش عليها أكبر المخرجين، والفيلم نجاحه يعدي الحدود ويوصل لمهرجانات كتير، أهمها كان وبرلين. ومش عشان فيلم مهرجانات بس، لأ، لأن سعاد فيلم حي عمره ما هيتنسي. إن ليه بتحجمني وتقولي لا تعملي كذا؟ يعني أنا بعد ما عملت سعاد على طول بقى يلا بقى عشان الارت هاوس الجاي. ليه؟ صح. يعني مين قال ان اولا كنت حاسه ان انا يعني انا دلوقتي عايزه اعمل ارت هاوس، بس هي الفكره انا ساعتها كنت حاسه ان انا ما عنديش حاجه اقولها هنا دلوقتي. فانت هتزقني عشان اعمل حاجه عشان اكيتر لفكره ان انا اروح مهرجان واكمل وانت مش عايزه حد يرسم لك الطريق. ما هو بالظبط. يعني هو كمان انا بحس ساعتها ان انا بتزق ان انا اعمل حاجه انا مش حاساها اصلا دلوقتي قوي. يعني مش هو ده اللي انا فعلا حاسه ان انا عايزه اعمله. فانت في الاخر ما هي بقت زيها زي الكوميرشال. طب وبعدين يعني ما انا اصلا مش ده اللي انا عايزه اعمله. يعني انا حاسه ان انا عايزه اجرب هنا وبجرب واشوف طب اتعلمت حاجات تعالى اعمل هنا، يعني اتس اوكي. وبعدها تاخد قرار انها تقتحم سباق الافلام اللي اقرب للسوق بفيلم قدرت تجمع فيه نجوم كتير جدا وكلنا بنحبهم، بفيلم آل شنب اللي شايفه مظلوم او لسه لم يتم اكتشافه، لكنه فيلم جميل ورقيق وفيه أداءات تمثيلية من أجمل وأبسط ما يكون من كل اللي شاركوا فيه. وبالرغم من أفلام ايتن المختلفة إلا إنها بتاخد فترات طويلة بين كل فيلم والتاني. يمكن ده انعكاس لطريقتها ولشغفها بالاهتمام بأدق التفاصيل زي ما اتعلمت من أساتذتها. وبالرغم من إننا كلنا بنتمنى إن وتيرة إنتاجيتها تزيد، إلا إن السؤال الحقيقي يفضل إزاي تقدر تلاقي المعادلة الصعبة بين الكم والكيف، وخصوصا في زمن ظروفه وتفاصيله أصعب بكتير من اللي عاشوا المخرجين اللي قبلها. مشوار ايتن يعتبر إلهام لكل حد شغال في الصناعة، إنه يشتغل بروحه على تفاصيل وحكايات هو مصدقها عشان توصل للناس وتفضل عايشة.